حياة اللاعب المغربي سفيان رحيمي. سفيان رحيمي هو أحد اللاعبين الواعدين في كرة القدم المغربية، والذي حقق شهرة واسعة بفضل مهاراته المتميزة وأدائه الرائع على المستطيل الأخضر. دعونا نستعرض مسيرته الرياضية وحياته الشخصية منذ ولادته حتى الآن. الولادة والنشأة. ولد سفيان رحيمي في 2 يونيو 1996 في الدار البيضاء، المغرب. نشأ في أسرة رياضية حيث كان والده لاعب كرة قدم سابق، مما شجعه على حب اللعبة منذ صغره. البداية مع كرة القدم. بدأ رحيمي مسيرته الكروية في سن مبكرة من خلال اللعب في الأندية المحلية بمدينة الدار البيضاء. انضم إلى أكاديمية نادي الرجاء البيضاوي، حيث أظهر موهبة كبيرة وإمكانات واعدة. الصعود إلى الفريق الأول. بعد تألقه في الفئات العمرية، تم تصعيد رحيمي إلى الفريق الأول لنادي الرجاء البيضاوي في عام 2018. سرعان ما أصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق بفضل سرعته ومهاراته العالية في المراوغة والتسجيل. النجاحات مع الرجاء البيضاوي. حقق رحيمي العديد من النجاحات مع نادي الرجاء البيضاوي، منها الفوز بالدوري المغربي، الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية، الفوز بكأس السوبر الإفريقي، الفوز بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، الانتقال إلى نادي العين الإماراتي. في عام 2021 انتقل سفيان رحيمي إلى نادي العين الإماراتي، حيث واصل تقديم أداء متميز وساهم في تحقيق الفريق للعديد من الانتصارات والبطولات. المنتخب الوطني. استدعي رحيمي للمشاركة مع المنتخب المغربي، حيث شارك في العديد من المباريات الدولية. أظهر مستوى عالي من الأداء وساهم في تعزيز قوة المنتخب في البطولات القارية والدولية. أسلوب اللعب. يتميز سفيان رحيمي بقدرته الفائقة على المراوغة وسرعته الكبيرة. كما يمتلك قدرة جيدة على التسجيل وصناعة الأهداف، مما يجعله لاعبا متعدد الأدوار في الهجوم. الحياة الشخصية. بعيدا عن الملعب، يعرف رحيمي بحبه الكبير لعائلته وأصدقائه. كما يشارك في العديد من الأنشطة الخيرية والاجتماعية، مساهما في دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة. الخاتمة. سفيان رحيمي هو نموذج للاعب المغربي الطموح الذي يسعى دائما لتحقيق الأفضل. بفضل مهاراته وإصراره، نجح في تحقيق العديد من الإنجازات مع ناديه ومنتخب بلاده، ويظل لديه الكثير ليقدمه في المستقبل. يعتبر رحيمي مثالا يحتذى به للشباب الطموح الذي يسعى لتحقيق أحلامه من خلال العمل الجاد والتفاني.